مرحبا وأهلا وسهلا فيكم يا أحلى متابعين. اليوم رح نعمل مع بعض وصفة قريبة من القلب، سهلة وسريعة بنفس الوقت، وصفة بتخلي ريحة البيت كلها أجواء مطاعم مكسيكية فخمة، لأنه الفاهيتا مو بس أكل عادي، الفاهيتا قصة نكهات وألوان وعرض مسرحي بيجمع تنوع الخضار مع طعمة الدجاج. يلا رح نعمل مع بعض دجاج الفاهيتا طري ومستوي تماما مع بصل وفلفل ملونة، ألوان لحالها بتفتح النفس قبل ما ندوقها، ومع بهارات مميزة بتعطيها شخصية قوية ومختلفة عن أي وصفة تانية. وأحلى شيء بالفاهيتا إنه فينا نقدمها بعدة طرق، مع خبز طازج أو خبز تورتيلا أو جنبها رز أبيض، وصدقوني كل الطرق بتطلع خرافية وبتاخد العقل. والأجمل من هيك إنه كل ما نعملها هالأسبوع الأسبوع اللي بعده نرجع ونشتاق لها من جديد. ويلا خلونا نشوف مع بعض طريقة التحضير، وعلى بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ ببداية الأمر بدنا نحكي عن طريقة تقطيع الدجاج. لازم نقطع الدجاج شرائح طويلة ورفيعة لحتى تستوي بسرعة وتضلها طرية وتتشرب التبلة بشكل صح. يعني بيكون شكل التقطيع بما يشبه الشاورما تقريبا. بعد ما بنقطعها رح ننزل شرائح الدجاج على المقلاية مع شوية زيت نباتي ونحطها على نار عالية. الفكرة إنه لازم نطلع كل السوائل اللي جواتها لحتى نتأكد إنه خلصت السوائل وبلشت تتقلى وتغير لون الدجاج. بهالمرحلة بدنا نضيف البهارات، والبهارات هي عبارة عن ملح، فلفل أبيض، بابريكا، توم بودرة، وبهارات الدجاج. بنقلبهم منيح مع بعض لحتى الدجاج ياخد كل هاي النكهات ويتحمر شوي، واضمن انه الدجاج استوى وعطانا الطراوة والنكهة المتميزة. هون بدي ارفعه عن النار وحطه بصحن لحاله على جنب، وبعدين بدنا نروح نقلي الخضار. وبنات فينا نرجع نستخدم نفس المقلاية إذا بتحبوا إنه تمسحوها. أنا بالنسبة إلي ما حبيت أمسحها لأنه فيها طعمة الدجاج والبهارات اللي بتاخد العقل. هون ضفت قطعة زبدة وحطيتها على الغاز، وبدي هلأ أول شي ضيف البصل. هلأ بالنسبة للبصل والبابريكا بدنا نقطعهم بشي بيشبه الدجاج بشكل طولي، وطبعا لازم نضيف مع الزبدة القليل من الزيت النباتي لأنه الزبدة لحالها بتحترق. وهلأ بعد ما ذابت الزبدة هي والزيت بدي نزل أول شي البصل. وبنات بالنسبة للفاهيتا على طول لازم يكون الغاز درجة حرارته عالية، يعني على أعلى شي لازم نحطه لأنه كل شي لازم إنه يتشوح معنا تشويح. حتى إذا بتنتبهوا بالمطاعم المكسيكية لازم هيك تطلع شرارة نار، بس هون يعني البيت فيه أطفال فما بدنا نطلع شرارة نار ويعني لا تنام بين القبور وتشوف منها. وهون بعد ما شوحنا البصل وتغير لونه كمان بدنا ننزل البابريكا. طبعا انتم حرين باختيار الوانكم للبابريكا، انا حبيت اختار هدول الالوان. هلا كمان بدنا نشوحهم ونخليهم تقريبا 5 دقائق ل7 دقائق مع البصل ويتقلوا منيح. وهون حبيت انا اضيف كمان كم فص ثوم مهروسين، كتير بتضيف طعم طيب ونكهة صراحة رائعة. وهون بعد ما قليت البصل والبابريكا بدي ضيف الفطر. هلا بالنسبة للفطر وقت بيكون معلب امتى ما كان فينا نحطه بالمرحلة الأولى أو الأخيرة، أما إذا كان فريش فنحن لازم أول شيء كنا نشوحه. بس بما أنه معلب فبأي مرحلة الأخيرة ولا الأولى ما بتفرق، بس هو بالمرحلة الأخيرة بيكون أفضل مشان نطلع بقية السوائل اللي فيه. وبعد ما بنقلبه هيك شوي مع البابريكا والبصل بدنا نضيف الدجاج اللي شوحناه. شايفين كيف بنات طالع لون الدجاج أشقر بياخد العقل. وهون نحن وعم ننزل الدجاج بدنا نضيف تقريبا معلقة رب البندورة أو معجون الطماطم. بدنا نقلبهم منيح ونتركهم تقريبا مع بعض شي 5 دقائق على نار جدا عالية لحتى كمان ياخدوا تشويحة مع بعض. وآخر مرحلة حبيت ضيف كمان الذرة. هلأ هي الذرة عطتها هيك ألوان، يعني بتحسوا حالكم بحديقة الصراحة أكتر من إنه أنتوا بدكم تاكلوا. وهلأ هيك صارت جاهزة معي الفاهيتا ورح نروح نحضرها مع بعض بسندويشات. هلأ أنا بالنسبة إلي عملتها هالمرة مع خبز عربي وعملتها كمان مع خبز صمون. الصراحة بالجهتين طلعت طيبة وبتاخد العقل. وأنا ما بحب أعملها بصخانة السندويش، بحب أعملها على صاج. بنات بتاخد تشويحة ولا أروع من هيك. وطبعا عند ما بنقدمها نحن بالساندويش شو بيحليها وشو بيجيب طعمتها أكتر وأكتر؟ جبنة الموزاريلا. جبنة الموزاريلا يعني فظيعة بطعمتها، قديش بتعطيها نكهة طيبة، يعني فعلا الجبنة بتعطيها شكل وطعم متميز. هلأ بدنا نشوف مع بعض طريقة تحضير الساندويشة.
أما بالنسبة لطريقة تقديمها مع الرز، بس بدنا نعمل رز أبيض وبقلبه رشة ماجي، ما بده شعيرية، طبعا بيطلع هيك أطيب وشكله أحلى. هلأ بالنسبة للسندويشة بدنا نفتح خبز الصمون أو الخبز الفرنجي، ما بعرف كل حدا بيسميه شكل. بدنا نفتحه أول شي بالنص وبدنا نحط بقلب المايونيز. هلأ بالنسبة للمايونيز أنا منزلة عدة طرق على اليوتيوب. هلأ بالنسبة للمايونيز اللي بالبيت، أول شي بدنا نحط إنه بيض وفصين 3 توم، رشة ملح، عصرة ليمون، معلقة خل وزيت نباتي، وبدنا نضرب كل هدول المكونات بالبلندر. أما أنا هي الطريقة اللي عاملتها، استبدلت البيض بالكريمة. هلا بالنسبة لهي الساندويشة بنات، أول شي بدنا نحط المايونيز وبعدين بدنا نحط الفاهيتا اللي بتجنن الصراحة، وبعدها بدنا نحط كمان جبنة موزاريلا، ومن بعدها بدي تقريبا نحطها شي 5 دقايق عالصاج. عالصاج بنات والله بتطلع أطيب. إذا ما في صاج متوفر عندكم، فينكم بالمقلاية نفسها أو مقلاية تانية، إنه مقلاية تيفال، إنه المهم إنه تكون مقلاية غير لاصقة. وطبعا بنحط على السندويشة على وجهها وقفاها القليل من الزيت النباتي مشان تعطينا هي اللمعة اللي بتجنن. وأنا حبيت أحط عليهم هي التقالة مشان تدوب الجبنة وتطلع بتجنن. وكمان حبيت أعمل كم سندويشة بالخبز العربي كرمال فرجيكم كيف طلعت بتاخد العقل. ونفس الخطوات اللي اتبعناها بخبز الصمون، كمان مايونيز، الفاهيتا، بدنا كمان ننزل جبنة موزاريلا. هلا بدنا نحكي شوي عن طريقة تقديمها لسندويش الفاهيتا، خاصة إذا الواحد إنه بده يجي ضيوف، إنه كيف فينه يقدمها. فينا نقلي كمان بطاطا، فينا كمان نحضر سلطة الكولسلو، فينا كمان نحط أنواع متعددة مثلا من المخللات، سواء مخلل الفليفلة أو الخيار، هدول كمان طيبين معه. انتوا يعني بتختاروا الأشياء اللي بتحبوها أو بتعرفوا ضيوفكم شو بحبوا. يعني هلأ هي حلوة بين الرفقات الصراحة، طبعا ما أنا لعزيمة رسمية وتكون مثلا كبيرة، لا هيك بين الرفقات بين الإخوات، إنه كتير لذيذة هدول سندويشات الفاهيتا. والصراحة أنا بالنسبة لسندويشات الفاهيتا بحب هيك إلدع وجهن وقفاهن، كرمال هيك اللي إحنا وعم ناكلون نحس بقرشة بتاخد العقل. وهلا بدي لكم إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من دعمكم، لا تنسوني من كلمة طيبة مثلكم، لا تنسوني لا من الاشتراك ولا من لايك. وهلأ صار لازم أختم الفيديو وقلكن إن شاء الله بالعافية علينا وعليكم. وهلأ بدي فرجيكم بس طريقة التقديم كيف قدمتها لعائلتي. هلأ هون حطيت هذا الصحن الخشبي، شايفين كيف بنات بتاخد العقل، صدقا بتاخد العقل، وخاصة مع هالصاج ضافت عليها طعم وشكل رائع. هلأ هون أنا قليت شوية بطاطا، حطيت مخلل، حطيت كمان إضافة مايونيز، وهذا هو الشكل النهائي. وهلأ صار لازم أختم الفيديو وإلكم بشوفكم بالفيديو القادم إن شاء الله.